السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي علم الإنسان العلم، والصلاة والسلام على من قال: اطلبوا العلم ولو في الصين. أما بعد، قبل 3500 سنة، في مدينة طيبة التي تسمى اليوم الأقصر، قام رجال بلباس أبيض ناصع، وعلى رؤوسهم تيجان من ريش النعام. لم يكونوا ملوكا، ولم يكونوا قوادا، بل كانوا علماء. وكان المكان الذي يجتمعون فيه يسمى بيت الحياة، وهذا البيت هو أول جامعة في تاريخ البشرية. نعم، قبل أن يبنى الأزهر في القاهرة ب1000 سنة، وقبل أن تعرف جامعة القرويين في فاس، كان كهنة آمون في مصر القديمة قد أنشأوا مركزا للعلم لا نظير له في العالم القديم، وكان اسمه بيت الحياة أو برعانخ باللغة المصرية القديمة. ولكي نفهم عظمة هذا المكان، لا بد أن نعرف من هم كهنة آمون. كهنة آمون لم يكونوا رجال دين بالمعنى الضيق فقط، بل كانوا أطباء، وفلكيين، ومهندسين، وكتابا، وقضاة. فقد كان الكاهن في مصر القديمة يجب عليه أن يحفظ 1000 سطر من الكتب المقدسة، وأن يتعلم الحساب، والفلك، والطب، والتحنيط، قبل أن يسمح له بدخول المعبد. وقد كان بيت الحياة الملحق بمعبد الكرنك أكبر مركز للتعليم في العالم القديم، وفيه كان يدرس كل شيء. يدرس كيف يبنى المعبد، وكيف يحسب موضع النجوم، وكيف يعالج المريض بالأعشاب، وكيف يكتب التاريخ على البردي. والطالب الذي كان يدخل بيت الحياة كان عليه أن يمكث فيه 10 سنوات. وفي السنة الأولى كان يتعلم الكتابة الهيروغليفية وقراءة النصوص القديمة، وفي السنة الثانية كان يتعلم الرياضيات والهندسة لكي يستطيع أن يساعد في بناء المعابد والمقابر، وفي السنة الثالثة كان يتعلم الفلك لكي يعرف مواعيد الفيضانات، ومواعيد الزراعة، ومواعيد الأعياد. وأما في السنوات التالية فكان الطالب يتخصص، فمن أراد أن يكون طبيبا درس كتابة إمحوتب في الطب، ومن أراد أن يكون كاتبا درس أساليب البلاغة والشعر، ومن أراد أن يكون قاضيا درس قوانين معت التي تحكم العدل في مصر. وقد وجد علماء الآثار في مقبرة الكاهن سني في الأقصر لائحة مكتوبة على البردي تقول: لقد درست في بيت الحياة منذ كنت ابن 10 سنوات حتى صرت ابن 20 سنة، وقد علموني كل ما في السماء والأرض. وهذه الشهادة تثبت أن الدراسة كانت منظمة وطويلة وجادة جدا. ولم يكن التعليم في بيت الحياة مقصورا على أبناء الكهنة فقط، بل كان يسمح لأبناء النبلاء وأبناء كبار الموظفين أن يدخلوه. وهذه كانت أول خطوة نحو تعميم التعليم في التاريخ، فلم يكن العلم مقصورا على الملوك فقط، بل صار متاحا لمن أراد أن يتعلم. ومن العلوم التي اشتهر بها كهنة آمون علم الفلك، فقد كانوا يرصدون النجوم من فوق أسطحة المعابد، ويسجلون حركاتها على جدران المعابد. وبهذا استطاعوا أن يصنعوا التقويم المصري الذي يتكون من 365 يوما. وهذا التقويم هو أدق تقويم عرفه العالم قبل التقويم الميلادي. كذلك اشتهر كهنة آمون بعلم الطب، فقد كان لديهم مكتبة طبية في بيت الحياة تحتوي على أكثر من 1000 وصفة طبية. وقد وجد علماء الآثار بردية إبيرس التي ترجع إلى عام 1505 قبل الميلاد، وفيها علاج أكثر من 700 مرض. وكان يكتب في آخر كل وصفة: قد جرب هذا الدواء في بيت الحياة ووجد نافعا. ولكن أهم ما كان يدرس في بيت الحياة هو علم الأخلاق، فقد كان الطالب يتعلم قبل كل شيء أن يكون صادقا، وأن يكون عادلا، وأن يخدم الناس. وكانوا يقولون له: إن العلم بلا أخلاق كالسيف في يد المجنون. وقد استمر بيت الحياة في العمل لأكثر من 1000 سنة، فمن عهد تحتمس الثالث في عام 1405 قبل الميلاد إلى عهد بطليميوس في عام 300 قبل الميلاد. وخرج آلاف العلماء الذين نشروا علم مصر في اليونان والرومان. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن:
لماذا لا نعرف هذا التاريخ؟ لماذا نسمع عن جامعة القرويين وجامعة الأزهر، ولا نسمع عن بيت الحياة؟ الجواب أن التاريخ يكتب بالمنصورين، ومصر القديمة سقطت، فسقط ذكر جامعتها معها. لكن الحجارة لا تكذب، وجدران معبد الكرنك لا تزال تحمل نقوشا تقول: هنا كان بيت الحياة، هنا كان العلم، هنا كان النور. وهذه الكلمات تكفي لتثبت أن مصر كانت أول من أنشأ جامعة في العالم. واليوم، ونحن نجلس في جامعة الأزهر، يجب أن نتذكر أننا لسنا الأولين. فقبلنا ب3000 سنة، كان هناك رجال بلباس أبيض يجلسون في معبد الكرنك، ويعلمون الناس كيف يقرؤون النجوم، وكيف يعالجون المرضى، وكيف يكتبون التاريخ. وهكذا كان بيت الحياة أول أزهر في العالم، وكان كهنة آمون أول المعلمين. وهذه هي القصة التي لا تدرس في المدارس، لكنها تستحق أن تروى لكل مصري يفتخر بتاريخه. فالسلام على كهنة آمون، الذين أشعلوا مصباح العلم قبل أن يعرف الحبر والورق. والسلام على مصر، التي كانت ولا تزال منارة العلم للعالم كله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المصادر: 1. جاريد تايلور، كهنة مصر القديمة وتعليمهم، ترجمة محمد عبد الحميد، دار عالم الكتب. 2. نيكولاس جريمال، تاريخ مصر القديمة، الفصل 12، المعابد ومراكز التعليم. 3. بردية إبيرس الطبية، المتحف المصري بالقاهرة، رقم التسجيل 10031. 4. نقوش معبد الكرنك، قاعة بيت الحياة، الأقصر. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات.